المكان فرصة للمنتخب العراقي. حلوة. How you doing? I'm good. مقرنص. شنو 1700 يعني تقريبا يطلع 2.5 مليون أكثر شوية. يعني 1.5 مليون على طباخ هواي. الله يساعدهم. شلون الحجية؟ يا هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. طبعا اليوم راح ناخذكم فيديو بسيط. عندنا اعمال صيانه بالبيت، عطله، وتعرفون اذا عطله ما يخلونا نقعد، فراح نروح. عندنا كم شغله بالبيت لازم نبدلها، فراح ناخذ قياساتها ونروح نشتريهن ونبدلهن. راح نروح المكان اسمه هوم ديبوت. هذا المكان حرفيا تقدر تبني بيتك من عنده، باعتبار هنا البيت يعني ما بيه طابوق وهيك شغلات، غالبيته خشب وشغلات تقدر تشتريها يعني بسيطه. فراح ناخذكم ويانا من البدايه ونشوف شلون راح نبدلهم. خليكم ويانا للاخير. شنو رايك عباس؟ رأيي كل زين. راح تغيرون البردات مال البيت كلن؟ اي كل زين كل زين. انت ما تساعدنا؟ لا وياكم تونسوا براحتكم. ليش؟ تعبان انا دوام. يلا تونسوا. مثل ما قاعد تشوفون هسه هاي البردة عندنا خربانة واحنا نريد نبدلها. فراح ناخذ قياساتها وننطلق نجيب وحدة مثلها. طبعا هسه ويانا غيث ابو نسب الخبير مالتنا بالبيت. كل هذا بيك انت وربعك كل الهذا. حبيبي. فهسه شلون راح ناخذ قياسات؟ اول شيء البردات لنا 3 احجام تجي بيها صغيره والمتوسطه والكبيره، واكل سحله الاكسل اللي ياخذ مثلا مال هول ما هول. هيك قياسات على هيك شبابيك تكون شويه محيره، فلازم تحتاج شنو؟ الفيته. زين السؤال. ليش بامريكا العالم هي تشتغل؟ يعني ليش ما تجيب شركات؟ لانه التكلفه، لانه اولا هنا الهاندي مان يتشرج على الساعات. شنو الهاندي مان؟ الهاندي مان انه هذا الرجال شلون انت عامل تروح للمسطر هناك تشوف لك عامل يسوي لك هاي الشغله القطعه. هنا ياخذون على الساعات مالتهم تقريبا حدود ال 150 الى 200 دولار. 200 دولار يعني 300,000. 300,000 عراقي تقريبا. فمن راح تجي هنا يريد يشد هاي القعاده ياخذ له تقريبا ايش قد ساعتين، ساعة ونص، راح يتشارج حدود الشخص الواحد. واذا تجيب شركة؟ اذا تجيب لك شركة لا، الشركة تختلف، الشركة يطلع يسوي لك استيميت وما ادري شنو، يعني انت ويسوي لك اياها انت وال1000 دولار ويا القطعة. اي هاي القطعة هسه راح نشتغلها كلها ما تكلفنا 90 دولار يعني 120,000 عراقي. يعني هنا يشتغلون بيتهم. اي اكثر يعني الوطن العرب، اكثر الشباب العرب يشتغلون كله بيوتهم، ما يجيبون هواي شركات وهاي السوالف، لانه الشركات شويه تكلفه اكثر. وشغله ثانيه احنا شويه العرب عندنا يعني شويه من الذكاء، يعني بسرعه نلقوا السالفه، فهمت شلون؟ فراسا يصير علينا كل شيء سهل. طبعا هسه شباب احنا متوجهين المكان يسموه هوم ديبوت. هذا هوم ديبوت شلون احنا مثل ما نقول عندنا محل انشائيه، بس هو شنو يعني عملاق، يعني تلقى بيه اساسيات البيت كلها. يعني حتى اللي يريد يبني بيت يروح الهوم ديبوت. كهربائيات، اساسيات البيت، خشب، يعني امور هاي المنشار، اجهزه كهربائيه، شنو تحتاج بيه. هسه احنا حنروح ندخله يعني نصور لكم اللي موجود بيه، وبنفس الوقت ندور على البردات القياسات اللي احنا نريدها. هسه احنا رايحين الهوم ديبوت. هوم ديبوت طبعا يمد علينا تقريبا 8 دقائق، كلش قريب علينا. وهنا اكو شغله بامريكا انه مثلا عندنا محلات معروفه اللي هي هوم ديبوت، وولمارت، كاسكو، هذني تلقاهن بكل منطقه. يعني شلون المستشفى والمدرسه، هسه مو المستشفى والمدرسه موجوده بكل منطقه، هنا المحلات احنا هنا يسموها بلازا. تدخل البلازا تلقى نفس المحلات موجوده. يعني مثلا بكل منطقه راح تلقى وولمارت خاص، او مثلا 3 مناطق واحده قريبه على الثانيه تلقى بيها وولمارت خاص او هوم ديبوت خاص. لذلك تحس كل منطقه مكتفيه. يعني اللي يريد يروح ياخذ مثلا انشائيات، اغراض انشائيه للبيت، اللي يروح ياخذ مواد غذائيه، وهذا الشيء الصراحه كلش حلو. يعني انت اذا منطقتك بعيده ماكو داعي تروح المنطقه ثانيه حتى تشتري. بس احنا نواجه مشكله بالشغلات العربيه اللي نحتاجها، مثلا الخبز لازم نروح للمنطقه كلش بعيده، يعني تقريبا تبعد علينا 40 دقيقه، لان اكو محلات عربيه، ماكو يمنا محلات عربيه قريبه. بس هاي المشكله. اما باقي الشغلات يعني لحوم، خضروات، كلها تلقاها بنفس المنطقه، يعني 10 دقائق 8 دقائق التواصل.
طبعا هاي الدائرة مدايرنا كلها شركات وفنادق. هسه هذا هوسبيتال، هاي مستشفى وبصفها فندق. سكاي زوم مال الاطفال. سكاي زوم مال الاطفال. أي. يعني هذا شلون روضة؟ لا ملاعب مال الاطفال هاي اللي يقمزون بيها وما يقمزون. هذا يعني اندور بارك. اي. شلون مدينة العاب داخلية؟ اي مدينة العاب داخلية. بس احنا هاي وصلنا الهوم ديبوت راح ندخل له منه. هنا المشاة غصبا عليك توقف، وعندك هاي الستوب ساين اللي طالعه قدامنا، لازم توقف فيها 5 ثواني لو 3 ثواني غيث. 5 ثواني. 5 ثواني توقف، يلا تحرك. قانونيا؟ اي قانونيا، حتى اذا ما حد موجود بالشارع. لازم توقف وتحسب 1 2 3 4 5 ترجع تحرك. هذا هوم ديبوت وصلنا. عندك اشتراك نطبق هنا؟ انا عندي شو اسمه اشتراك تقدر تفوز. هسه دخلنا الهوم ديبوت. شوفوا ايش قد كبير وايش قد تلقون شغلات بيه. تراميز، عصاير، هاي الشغلات اعتقد مال بارينا ما بارينا هيجي. هذا شنو هذا جلو؟ صمغ هذا؟ هذا الصمغ هذا. هذا الخشب غيث، تعال بالله زم كاميرا. هذا الخشب اللي ياخذونه للبيوت صح؟ يعني هسه من هنا يقدر واحد يشتري خشب للبيت مالته؟ حلو. زين هذا السعر شلون على المتر؟ القطعة الوحدة؟ هذا كله يجي 8 فوت. 8 فوت يعني ايش قد بالمتر؟ ما اعرف قد والله. اوكي انا اكتب لكم اياه بالمونتاج. 8 فوت. زين هاي شنو هاي؟ احنا هذا ارضيه. هاي الارضية؟ ارضيات تصير هاي. يعني منها واحد حرفيا يقدر يبني بيته. سهوله. لان هو البيت كله بس خشب مو؟ الحيطان مالتهم، يعني هاي قطعة تاخذها تصير هي الحائط. زين هاي تعرف شنو المادة مالتها؟ جبس. جبس؟ اوكي. وفوقها يصير صبغ لو جلاد. فوقها تصبغ بعد. تصبغ بعد. وين هذاك الخشب شفته؟ يصفطون الخشب وهذا يضربوه على الخشب. هسه هاي سعر القطعة $13. $13. بس اذا تاخذ 34 قطعه يحسبوك اياه ب 11 يصير حلو. وحسه رخيص؟ حسه رخيص؟ كلش رخيص. يعني اتوقع المواد تكون رخيصة بس اليد العاملة تكون غالية. اي. هذا الاخضر ليش يستخدمون للحمام؟ ضد المي. هذا ضد المي. حلو، يعني قصدك ما ياخذ رطوبة. تمام. هذا اللي حكيت عنه انه يصير جوا للارضيه مال الحمام؟ لا. هذا الجزء مال حيطان. مال الحيطان. اي. يعني تخلي بين الحيطان. انت مو تطبق قطعه بقطعه. عندك لاين بالنص. تسده بهذا. تسده. زين الاساس مال البيت جوا يكون هم خشب لو يكون اسمنت؟ يكون يسحوا له الفريم، يكون خشبه كلش عريضه. تصير 6 باي 6. يعني انتم ماكو اي بناء طابوق اسمنت؟ الاساس البيت الرئيسي بناء اسمنت. مسلح مو؟ مسلح بس، والباقي كله يكون خشب. تشوفون ذن اللافتات هذني مثلا الدورز، هاي البيبان، الويندوز الشبابيك، وراها البلامينج يعني بواري، يأشر لك انه انت مثلا ايش محتاج تروح تلقاه، فما تدوخ. يعني المكان كبير فمخلين لافتات بكل مكان، يعني مكان عملاق. ايش ما اشرح عنه، عملاق. شو تريد تلقى بيه. هاي شغلات مال الحمام. تعرفون شو اسمه هذا؟ كتبوا لنا اذا تعرفون شو اسمه، بس العمال يعرفوه. هاي القبضات مالت الباب، اشكال وانواع مختلفه. ثانك يو. وي جود. تطلع بالفلوج. هاي مواد تنظيف؟ اي. لان هنا تقريبا غالبيه الامريكان عندهم حيوانات بالبيت،
فتلقى البيت متروس شعر، يعني شعر مال الحيوانات. فهاي الآلة أو الماكينة يعني اختصاصها إنه تسحب هذا الشعر. أنا أتوقع بها بخار وماء وهيك شيء. هاي مبينة مال مطابخ صح؟ الكاونتر. الكاونتر. هذا مال السينك. شوف هو قاصد لك اياه كامل. العدانة تدرى عبالي السيراميك طلعت خشب؟ اكو لا اكو بس خشبة اكو طلعت. سيراميك واكو خشب. السيراميك لازم تفصال، الا الشركه يجون يفصلونه ويقعدوه عدل. يعني حكي يالف $2000. المطبخنا يكلفنا 3800 سيراميك. سيراميك؟ اي انا هذا كله ما كلفني المطبخ مال بيت اهلي $200. $200؟ وانا شديته. جيد. ايش بيه الشغل اليدوي يخبط؟ هاي مغاسل. هناك هم شفت مغاسل. ستوقع هاي مال الحمام. هذا ما حمام هذا هذا مثل اللي عندنا بالبيت صح؟ اي بس غالي. بس غالي يعني ايش دعوه هسه هذا $400. يعني لو تفصل تطلع لك ارخص. يعني $400 يطلع بالعراقي تقريبا 550. 600,000 550. طبعا هاي الساحبه مالي يخلوها بالمطبخ، خليني اوريكم الاسعار مالتها. $94 اكو $180 $229 يعني اسعارهم تتراوح. واو شنو هذا؟ اوكي. How you doing? I'm good. حاول يباع يقول هذا شنو الجهاز؟ ما يعرفون هذا الجهاز، تدري دائما يسالون عليه؟ والله ما يعرفون هاي الكاميرا، عبالهم ما اعرف شنو. هاي البيبان مالت مال المطبخ؟ اها ديزاينات والوان. ديزاينات والوان. هاي ارضيات سيراميك. سيراميك هذا؟ مال كاونترات. تريد ابو الفرش، تريد ابي طقعه، شو تريد؟ طبعا شلون كبيره. انواع. تدوخ من تدخل هذا المكان. اي غسالاتك وعندك. Did you need help or are you okay? we're good, thank you. هذه شنو الثلاجه اللي عندنا بالبيت. اوكي هسه شوف الغسالات يابا شنو هاي الاحجام الاشكال. هاي المطابخ. مطابخ شنو؟ طباخات. والله خلينا نشوف الاسعار. هسه هذا هذا الميكروويف. هذا الميكروويف. مايكروويف $400؟ نو ثانك يو. هاي اسعار طباخات. يابا $1700. اها شنو هذا يطبخ وحده؟ صدق ليش هيك غالي؟ هاي الثلاجات هاي اخر شيء نزل. جايك هسه هذا شوي سعره ارحم $1000 يعني $1000 مليون ونص. اوكي هذا 1700 يعني تقريبا يطلع 2.5 مليون اكثر شويه يعني 2.5 مليون على طباخ هواي. $1600 تقريبا. خلينا نروح نشوف الثلاجات. هاي اسعار الطباخات. هاي الثلاجات اللي احكي لكم عليها. هذا الايس يعني تدوس من هنا ينزل لك ثلج والمي من هنا ينزل. خاف اقول ووتر بالانجليزي وضحكون عليه ما اعرف اقول. هذا الموديل الجديد بيش $1000 تفضل. او يعني كان صار عليها خصم 40% كانت $1400. اي هاي ترى ثلاجة كاملة. هذا مكان الثلج وين مكان الثلج؟ هذا بس صراحة تسهل لك الأمور يعني من مثلا هنا تدوس ثلج ينزل لك قبل ثلج وتخلي عليه العصير كلش حلو. هنا كانت عاجزة ما عندنا ثلج صغار فما نستخدمه دائما بس هنا كلها تستخدم الثلج. هاي تقريبا مثل مالتنا كلش. هاي اخر موديل نزل بيها. وين هاي؟ هذا ايش قد سعرها؟ $1200. يابا ايش هالجمال. هاي شنو هاي شاشة؟ ثلاجة صغيرة هاي؟ شوفها اي شوفها. اوكي. افتح. واو شوف جام. حلو والله تخبل هاي. بس غالية $1700. مسوين عليه خصم هم. حلو. 900 مسوي له خصم. يابا كانت 2600 يعني هاي اخر واحدة نزلت. يعني بس وقف لي هي $2000 3 ملايين تقريبا 500 يعني تقريبا 3.5 3.8 ضريبة بعد.
تاكس طبعا التاكس هنا مصيبه. يلا خلينا نروح نلحق لين بعد ساعه لعبه العراق. يا بلعبه العراق ان شاء الله نصل كاس العالم ويجون هنا حتى نباع على لعباتهم. هسه احنا وصلنا للسكشن القسم الخاص بالبردات اللي احنا جايين عليها، ولقينا هاي البردات واسعارها طلعت زينه مو كلش غاليه، يعني هاي 10 دولار البرده، هاي 11 دولار، عندك هاي غير نوعيه 39 دولار 26 دولار. هسه ذني مناسباتنا. اي هاي هنا الحساب اللي حسبناه بالفيتا هنا راح يكون عندك، واللون وايت اوكي. أخذنا. اكو اوف وايت اكو البلاك، انت شوف شنو تحتاج شنو تحبه. هسه ايش عندك انت؟ بس البردات تريد؟ ها هي بس البردات. وين العربانه؟ فتولي كبيره افضفر بيها. لعد شنو عفتها؟ ايه عفتها مو بعدين كذا. زين مشينا اريد اشوف باقي الاقسام. تعال. هذا شنو هذا حمام كامل؟ اي سيات كامل تجيبه وتنصبه. صدق والله. والله حلو. يجي هذا بس خلي اشوف هذا السيراميك لو خشب. لا هذا مو هيك يكون شكله يعني سيراميك. ينصب بالركن مال الحمام. هذا باغي يلزق على الحائط الاخضر اللي قلت لك عليه. مو سيراميك والله لا هذا. مو سيراميك باغي هاي. ذكر الحائط الاخضر اللي قلت لك عليه ايه اللي ضد المي يصير ظهره. حلو. انا اقسام هاي كهربائيات جلوبات LED. تدري راد لي LED دار مدار البي سي مالتي فد يوم مرتبه. الشغلات هنا اسطوريه. هاي البنكات. هاي البنكه قلت لك عليها اليوم. حلو. هي ضوء بنكه امم كلش حلوه. ايش قد سعرها هاي؟ 273. بامازون تلقاها رخص ديك فيها شوفها. حلو والله، بس كانها مفرغه غيث. ها؟ كانها مفرغه. لا شو قضيه. هاي ديكورها احلى. ناخذ جوله من هناك ونطلع. راح الاقيك هناك. جلوبات اشكال وانواع واحجام مختلفه، هذني كلش صغار. يلا يقول استعجل لنا لعبه العراق، لازم صدق ب3 هسه بيساعة. خلي اشوف ساعه بيش 2:15 ما بقى عندنا شيء. ما شاء الله، يعني المكان هالقد ما كبير تدوخ على شنو تباوع على شنو تحكي. هذا هيت اعتقد. هذا ال LED احنا دائما نعلقه بالسقوف، هنا هم عندهم موجود. شنو من جبت العربانه؟ لقيتها هناك. هناك ايش موجود بذاك القسم؟ هذا قسم زرع. تعال خلينا ناخذ نفر بيه على السريع. هذا بعد ما راح تشوفه كله 6 اشهر. اي راح لين شتاء. هاي الشغلات كلها يخلوها بالحديقه، يعني خاصه بالحديقه، تكون على الاطراف مال الممر مال الحديقه. شلون هيجي؟ شلون؟ هاي شنو هاي؟ يابا شوف بالعراق قلنا ناوي للصوند حميد وسوى جو حميد كله ناقع نص خطيه ناقع. ليش لافه هنا يلفها هنا ماكو. هي صونده كامله هنا تجيك سوي له هيك ها افترت حطها على صفحه شيله حطها سودا عليه حميد 24 ساعه ناقع حميد. مقرنص شنو مقرنص بيه هاي ماسك المشاية تمشي ممكن تستخدمها. جماعتنا العراقيين عندي شغله لكم. ايه هذه ايه لو تحط بيه طابوق شايف هذا انتم مو تستلمون بالبيت غراض ودعدعوا ما دعدعوا مرات تنظفون الكيس تكرمون مال الزباله من تشيلون وينشك. هذا الهاسكي هذا الاسود تحط بيه طابوق تحط بيه صخر والله ما ينشك صدق والله العظيم. تخيل انا كنت اشتغل كونستراكشن كله طابوق وهوسه علم الطابوق بهذا ما ينشك ابد ما ينشك. هسه دخلنا لك هذا طلع مشتل كامل هنا، يعني هوم ديبوت حتى مشتل بيه. هذا شنو هذا فحم لو سماد؟ هذا سماد مال زرع. هذا السماد مال الزرع. تذكرت كنت تاخذ والدتي ونروح للمشتل تحب هاي السوالف. هاي سوالف مال سماد. هاي العربانه هيجي حلو. هاي كلها شتلات
وانا راح ندخل هنا على الزهور. يا باش قد حلو هذا المكان. ما شاء الله. طبعا هذا القسم خاص هنا الكريسماس بعد هواية وبعد تقريبا 3 اشهر ومن هسه يعني راح يستعدون ويبلشون. هذا القسم كله بس على كريسماس. يعني ما راح اصور الاقسام كلها لان ما يخلص، هذا يحتاج فيديو 3 ساعات 4 يلا يخلص. طبعا هنا شغلات للايجار صح؟ هاي رنتل شغلات للايجار. اذا عندك شغلات مثلا تريد تأجرها، خلينا نشوف ايش عندهم. مثلا عندك انذار ما بقت شيء. مكان اللي تغسل بيها الزوالي، تغسل بيها الارضيات. اعتقد حتى خباطة مال اسمنت، دريل، مكاين، مولدات. هاي اللي يقصون بيها الزرع، الثيل، كلها تقدر تأجرها. هاي هنا تجي تعطي الجنسية مالتك وتاخذها وتطلع. لا كذا بشاخة. منشار كهربائي. هاي هم الماكينة يستخدموها يقصون بيها الثيل. هذا ما اعرف شنو، فان، مبردات، وايدهم شغلات. طبعا هذا القسم مال الاصباغ. شلون تقدر تحدد الصبغ مالتك؟ تيجي تاخذ الورقة، اوكي، يعني اذا عندك صبغ ثاني وتروح للبيت تطابقها ويا الصبغ مالتك، يعني فد شيء كلش حلو. يعني اذا تريد اللون راح توصل له. هناك هم بعد الوانه اكثر. لا وشلون حلو مدرجين الالوان. يعني شوف هنا مثلا الحمارات، الجوزي، البيجي، الاخضر، الازرق، كله هو تدريجه. فشي كلش حلو. ومن تروح على الكاونتر، تروح هنا على الكاونتر راح يصير لك يقول لك تريده طافي لو يلمع مات او جلاسي. حلو. تعال لي. طبعا كل سنه بشهر العاشر يوم 28 صح؟ يوم 28 يسوون يعني احتفاليه مال الهالوين. عيد الشيطان. يعني هو مال رعب وهيجي. فشوف العالم تجي هم تتسوق من هنا الظاهر. يعني مرات امشي بالليل القى شغلات صدق تخوف. يعني تخيل تمشي بالليل وواحد عيونه مشتغله شلون، هاي واقفه بنص الشارع. الله يساعدهم. شلون الحجيه تنين. عندهم شيء اسمه السيلف تشيك، اللي هو انت تحاسب نفسك. يعني ماكو داعي تجي تنتظر واحد يساعدك. وهاي تاخذ الجهاز وتسوي سكان للشغله اللي تريدها. هاي واحده، هاي الثانية، هاي الثالثة. اوكي ترجع بمكانه. هاي اسعارهن طالعة هسه تنطي بينا. كريدت. اوكي راح استخدم تليفوني، انا مخلي الكارت مالتي ذي ياخذ البصمة مالتي، بس اخليه هنا. خلاص هاي دفعنا. ليش اجيب الجيمسي؟ يعني الجيمسي شنو؟ هي اختصاص هيجي شغلات، تفتح الصندوق، تفتح الكشنات الورا، حتى غيثة نومه بيها. ثقيلة. هنا من استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية. هنا في بايش من هذا المكان يتقدم للعراق، قد ياتي بها العراق الان، قد يعبر بها العراق. لا زال هنا من هذا المكان فرصة للمنتخب العراقي. حلوة! جول! حلوة! يوسف لبيب مو؟ لا زيدان اقبال. طبعا فاز العراق. هاي اول شيء مبروك. وهسه راح نبدل البردات. هاي شلون كليبسات؟ هاي مثل السلايد، تفتح هيك وقعد. هي هاي هسه هاي تنشال. اوكي. عندك هنا براغي تفكهن تشيل القواعد. طبعا هذا البي سي مالتي. بعدين ما نحتاجها، مو القواعد القديمه.
هاي وين الحديدة مالتها؟ كان الحديدة وين؟ شوفوا بعد هسه المرحلة الأخيرة. زين ياجهه كل سهل تركيبه. 3 خطوات. اوكي هسه حلو. ساعدكم هذا يفتر يسدها. وعاشوا عيشة سعيدة. جهودك المبذولة. لا يا بتسلم صدق تدلل. تدلل. هلا شنو رأيك ببلوجات القناة لحد الآن؟ والله اهم شيء الموفقية إلك ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك من الناس المشهورين. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استمتعتوا وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا حسب التعليقات اللي شفتها بالفيديو الأخير أنه تردون فيديو للأسئلة والأجوبة، فعلى هذا الأساس راح أترك تعليق مثبت بهذا الفيديو، راح أثبته وسألوا الأسئلة اللي تردوها كلها، وإن شاء الله بالفيديو القادم راح أجاوبكم على هاي الأسئلة. طبعا شكرا لدعمكم، كلش فرحان. أنا قاعد أصور هذا الفيديو وإحنا وصلنا 800 متابع، كلش فرحان يعني. شكرا لكم. أتمنى من الباقين اللي يشاهدون الفيديو، يعني أكو فيديوهات وصلت 5000 مشاهدة وما حد مطي اشتراك، فأتمنى من عندكم إنه تنطون اشتراك إذا استمتعتوا بالفيديو. شكرا لكم. إن شاء الله المحتوى القادم ينال إعجابكم. محضر هواي شغلات ببالي، هواي فقرات موجودة، بس المونتاج والتصوير متعب، فتحملونا هاي الفترة، وشكرا جزيلا لكم.